السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معكم مس أميرة انجلش في اول جرامرز. النهارده حبايبي مكملين مع بعض كورس التأسيس الفاونديشن كورس. وصلنا مع بعض السيشن نمبر 26، والنهارده هنتكلم عن درس مهم جدا وسهل جدا. بس قبل ما نتكلم في الدرس وقبل ما نبدأ نجيب ورقة وقلم ونحضر نفسنا، والناس اللي ما عملتش اشتراك لسه للقناة تدخل وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان كل يوم عندنا سيشن جديدة من 200 سيشن في الفاونديشن كورس. يلا مع بعض نسمي الله. حضري ورقه وقلم يا ست الكل عشان نكتب كل جزئيه. النهارده الدرس بتاعنا هنتكلم عن parts of speech اللي هو اقسام الكلام، وده من اهم الدروس او اساس اللغه الانجليزيه ان احنا نعرف مع بعض ايه هي parts of speech. اول حاجه اقسام الكلام حبايبي بتتكون معايا من 8 اقسام. there are 8 parts of speech. في عندي 8 اقسام للكلام. نمبر 1 وهنتكلم عن كل واحده بالتفصيل. نمبر 1 معايا noun اللي هي الاسم. نمبر 2 verb اللي هي الفعل. 3 adverb اللي هي الحال. نمبر 4 preposition اللي هي معناها حروف الجر. نمبر 5 pronoun اللي هي الضمير. نمبر 6 اللي هي الادجكتيف اللي هي الصفات. نمبر 7 الconjunction اللي هي حروف العطف. نمبر 8 اللي هي الانترجكشنز. الانترجكشن معناها اللي هي صيغة التعجب. يبقى معايا هنا there are 8 parts of speech. معايا 8 أقسام للكلام. أول حاجة noun هنتكلم عنها النهاردة معايا. في كل جزئية من الأقسام الكلام اللي احنا قلنا عليهم 8 أقسام للكلام هنتكلم عن كل واحدة بالتفصيل ومع الأمثلة عشان نفهم بالظبط إيه هي أقسام الكلام. يعني من الآخر الجملة معايا بتتكون من إيه؟ فاعل، فعل، اسم، حرف جر، حرف عطف. هي دي معنى كلمة أقسام الكلام. تعالوا نشوف مع بعض هنفهم أكتر بالأمثلة. تعالوا نشوف نمبر 1 هنتكلم عن نون. نون دي معناها الاسم. طب الاسم عندي بيشمل 5 أشياء أو 5 أقسام. نمبر 1 عندي كلمة people. ممكن تكون اسم شخص، أميرة، أحمد، علي، محمد، أسماء. كل دي معايا تبقى أسماء أشخاص. يبقى نمبر 1 معايا النون ممكن يكون people، ممكن يكون sing زي أي شيء، house table door car أي حاجة. فبقول بتبقى ليها اسم من الأشياء بتصنف as a noun. number 3 animals. cat tiger rat hat. كل الحاجات دي animals اللي هي أسماء الحيوانات تصنف تابع قائمة الnoun. places اللي هي الأماكن زي country، سوهاج، street اسم شارع، اسم مدينة. كل دي تعتبر معايا أسماء في اللغة الإنجليزية. abstract nouns. الabstract nouns اللي هي الأسماء المجردة زي كلمة information معلومات، sadness، time. تمام. يبقى أنا معايا أول حاجة 5 نقاط بالنسبة للنون. أول حاجة ممكن تبقى people، ممكن تبقى sing، ممكن تبقى animals، ممكن تبقى places، ممكن تبقى abstract nouns. دي كانت أول جزئية معايا. تعالوا نشوف مع بعض الإكزامبل معايا عشان خاطر نفهم بالظبط بنتكلم عن إيه. لو أنا في المثال اللي قصادي ده قلت أميرة is a teacher. أميرة is a teacher يعني أميرة تكون معلمة. Where is the noun here؟ فين الاسم معايا حبايبي؟ أنا عندي إحنا قلنا الجملة هنتكلم عن جزئية الاسم. أول حاجة أميرة is a noun. teacher is a noun. تمام. أحمد played football. أحمد لعب كرة القدم. Where is the noun here؟ تمام. عندي أحمد is a noun. ده الاسم اللي معايا في الجملة. football is a noun. يبقى أنا عندي الجملة بتتكون معايا أميرة is a teacher، أميرة here is a noun. ده الاسم اللي عندي في الجملة. تعالوا نكمل مع بعض الأمثلة. The cat is on the mat. The cat is on the mat يعني القطة على السجادة. cat here is a noun. القطة اللي معايا هنا هي الاسم الموجود معايا في الجملة. مات برضو is a noun. دي كانت معايا أول جزئية اتكلمنا عن النون. تعالوا مع بعض نتكلم عن البروناون. طب ايه هي البروناون؟ احنا متفقين وقايلين قبل كده ان البروناون دي زي I he she it they him her mine myself herself الضمائر المنعكسة. والضمائر عامة حبايبي بتحل محل الاسم. الضمائر بتحل محل الاسم. ازاي؟ هنشوف مع بعض بالأمثلة. أنا لو بقول علي is busy، علي يكون مشغول. علي هنا عندي اللي هو النون. busy it's an adjective الصفة. طيب أنا عايزة أقول إيه بقى؟ he has a meeting.
هنا احنا استخدمنا البروناون السبجكت بروناون ضمير الفاعل هي عشان خاطر نعوض عن علي، بدل ما نذكر علي للمرة التانية في الجملة التانية. احنا قلنا علي is busy، علي يكون مشغول. طب في الجملة التانية هنقول ايه؟ علي has a meeting. طب ما احنا بدل ما بنكرر الاسم كل شوية، البروناون بيعمل ايه معايا في الجملة؟ البروناون وظيفته ان هو بيجي يحل محل الاسم. البروناون حبايبي بيعمل ايه للجمله؟ بدل ما انا اكرر الاسم، انا قلت علي از بيزي، علي يكون مشغول، بدل ما اكرر الاسم تاني واقول علي هاز ميتنج، لا، هنشيل علي بقى ونحط مكانها البروناون اللي هو هي هاز ميتنج، هو عنده اجتماع او مقابله. يبقى انا عندي البروناون الضمائر دي بتحل محل الاسماء. البروناونز حبايبي بتعمل ايه؟ بتحل محل الاسماء. عشان ما اكررش الاسم فانا بذكر نيابه عنه بروناون مناسب ليه، زي علي از بيزي. هشيل علي طبعا في الجمله الثانيه، بس في الجمله الاولى حبايبي لازم اذكر اسم الشخص ده اللي انا هتكلم عنه عشان اعرفه. ما انا مش معقول هاجي هقول ايه هي از بيزي، طب انا مش عارفه كده انا بتكلم عن مين. يبقى عندي في الجمله الاولى لازم اذكر اسم الشخص اللي انا هتكلم عنه، زي المثال اللي قصادي علي از بيزي. تمام. طب الجمله الثانيه بقى لو هتكلم عن نفس الشخص هقول هي هاز ا ميتنج، هو عنده اجتماع او مقابله. يبقى في الجمله الاولى لازم نذكر الاسم. الجمله الثانيه حبايبي بنجيب البروناون اللي هو الضمير عشان يحل محل الاسماء. تعالوا نشوف الامثله اللي معانا. This is Tom، هذا يكون توم. تمام كده احنا عرفنا اسم الشخص اللي احنا بنتكلم عنه. تعالوا نشوف الجملة التانية. He works in a school، هو بيشتغل في مدرسة. وهي هنا جت معايا البروناون عشان تحل محل توم اللي هو اسم الشخص نفسه. الجملة الأولى ذكرنا اسم الشخص نفسه، لكن في الجملة التانية جبنا البروناون، يبقى البروناون بيحل محل الأسماء. قلنا ايه؟ he works in a school، هو بيشتغل في مدرسة. he has a car، هو عنده سيارة. بدل ما نكرر توم نقول توم works in a school أو توم has a car، لا، جبنا البروناون عشان يحل محل الاسم. دي كانت جزئية البروناون، يا رب تكون اتفهمت حبايبي. يلا عملنا لايك للفيديو ولا لا حبايبي؟ تعالوا نشوف نمبر 3 اللي هي الادجكتيفز، ودي اتكلمنا عنها كتير في الفيديوهات اللي عدت. الادجكتيفز اللي هي الصفات. الصفات عندي ممكن توصف اسم وممكن توصف الضمير. adjectives describe nouns or pronouns. يبقى أنا عندي الادجكتيفز اللي هي الصفات بتصف الاسم أو بتصف الضمير. أنا عندي مجموعة صفات ذكرها هنا، لكن طبعا الصفات عندي كتيرة جدا. أنا ذكر لكم هنا fat، thin، short، tall، fast، كل دي معايا صفات. طب الصفات بتعمل إيه في الجملة يا مس؟ الصفات بتصف الأسماء والضمائر. الصفات بتصف الأسماء والضمائر. adjectives describe nouns or pronouns، تصف أسماء أو ضمائر. شوف مع بعض الجزئية دي ونفهمها بالأمثلة. I live in a big house. I live in a big house. I دي بمعنى أنا، live بمعنى أعيش، in في ودي preposition، a big house. كلمة big هنا حبايبي it's an adjective، دي الصفة اللي عندي في الجملة. وصفت ايه معايا؟ وصفت معايا الاسم اللي هو house. يبقى الصفات عندي اما تصف الاسماء او تصف الضمائر. هنا الصفة معايا وصفت معايا الاسم اللي هو house. انا اعيش في منزل كبير. big it's an adjective، الصفة هنا describes the noun which is house، وصفت معايا الاسم اللي هو المنزل. طيب هنشوف sentence number 2. I have a big bag، أنا عندي شنطة كبيرة. الادجكتيف هنا معايا اللي هي كلمة big. تمام. وصفت ايه معايا الادجكتيف هنا حبايبي؟ وصفت معايا الباج اللي هي الحقيبة. يبقى الادجكتيفز describe nouns or pronouns. This is a rich man. This is a rich man. هذا يكون رجل ثري. rich here is an adjective. كلمة rich معناها غني أو ثري، دي الصفة معايا في الجملة، وصفت الشخص نفسه إنه هو ثري. الadjectives describe noun or pronouns. You are fast، أنت تكون سريع. الادجكتيف هنا وصفت مين؟ وصفت البروناون اللي هو you. وصفت معايا السبجكت بروناون، أنا بقول you are fast، أنت تكون سريع. الادجكتيف here اللي هي كلمة fast، الجملة اللي معايا بتقول you are fast يعني أنت تكون سريع. الصفة معايا هنا كلمة fast اللي هي معناها سريع، وصفت معايا البروناون اللي هو الضمير اللي هو you.
وصفت الشخص اللي قدامي اللي انا بكلمه، بقول له انت تكون سريع. كلمة سريع دي it's an adjective here، الصفة اللي معايا في الجملة. وصفت ايه؟ احنا متفقين ان الصفات يا اما بتصف nouns يا اما بتصف pronouns. الصفة هنا حبايبي وصفت معايا البروناون. شوفوا السنتنس اللي بعدها. she has a good idea. she has a good idea. هي عندها فكرة جيدة. good هنا وصفت الفكرة نفسها اللي عائدة على الشخص اللي هو هي. وصفت الفكرة نفسها. تمام. والصفة هنا معايا كلمة good بمعنى فكرة جيدة. هي لديها فكرة جيدة. كلمة good وصفت معايا الاسم نفسه أو الشيء نفسه اللي هي الفكرة. he is tall and thin. he is tall and thin. هو يكون طويل ونحيف. عندي الادجكتيف here وصفت معايا البروناون he. أنا بقول هو يكون طويل ونحيف. he is tall and thin. الادجكتيف here وصفت معايا الشخص نفسه اللي هو البروناون he، إنه هو طويل ونحيف. it's a beautiful flower. it's a beautiful flower. إنها وردة جميلة. اسم إشارة لغير العاقل بمعنى هذا أو هذه، بس بشاور بيها على غير العاقل. كلمة beautiful معناها جميل، ودي الصفة اللي معايا في الجملة. flower اللي هي وردة، إنها وردة جميلة. الادجكتيف هير وصفت معايا النون اللي هي مين؟ الوردة، واتكلمنا عنها وشاورنا عليها بإتس اللي هي البروناون اللي هو المين؟ لغير العاقل. يا رب تكون الجزئية دي وضحت. كملين مع بعض. نمبر 4 معايا الفيرب. What is the meaning of verb؟ verb يعني حبايبي فعل، الأكشن، الحاجة اللي حصلت معايا. يأكل، يلعب، يشرب، ينام، يذاكر، يقرأ، يسبح، يقفز. كل دي حبايبي الأكشنز دي we call it verb. verb يعني الفعل، وبالاختصار بتاعتها في الكونتراكشن بتاعها بنحط حرف الفي بس، لأن كل حاجة من الحاجات اللي احنا ذكرناها الادجكتيف والبروناون والناون كل دي ليها كونتراكشن. أنا عندي الكونتراكشن بتاع كلمة verb اللي هي الفعل إن أنا بحطها بين قوسين كده وبكتب فيها حرف الفي، دي معناها الفيرب. اختصارة كلمة verb يبقى حرف الفي معايا هنا اللي أنا كاتباه بين قوسين باللون الأحمر، دي اختصارة كلمة verb. حطينا بس حرف الفي. A verb describes an action or a state. A verb describes an action يعني ايه الجملة دي؟ بيقول لي الفعل بيصف معايا الحدث أو الحالة نفسها. يبقى أنا معايا هنا الفعل بيصف معايا الحدث أو الحالة نفسها. معايا هنا مجموعة أفعال ذكرها لكم. عندي كلمة eat، عندي كلمة sleep، عندي كلمة run. eat بمعنى يأكل، sleep معنى يأكل، eat معنى يأكل، sleep معنى ينام، run اللي هي يجري، play يلعب. وعندي برضو verb to be اللي هو am is are was were، كل دي تبع الفيربس اللي عندي في الجزئية اللي أنا بتكلم عنها في parts of speech. تعالوا نشوف مع بعض الأمثلة. يبقى احنا قلنا الفيرب describes an action or a state. describes يعني بيصف معايا الحدث أو الفعل أو الحالة. We are watching TV. احنا بنتفرج على التلفزيون. Where is the verb here؟ الفعل معايا هنا عندي كلمة watch. watch بمعنى يشاهد، والجملة دي هنا في ال present continuous مضارع مستمر، فبقول احنا بنتفرج على التلفزيون. We are watching TV. We are watching TV. الفيرب هنا معايا watch. watch اللي هي معناها يشاهد. I work in hospital. I work in hospital يعني أنا بشتغل في مستشفى. work معنى يعمل. هنا معايا الفيرب work اللي هي يعمل. Number 3 they are drinking tea. They are drinking tea. هم يشربون الشاي. دي هنا معايا الفيرب معايا drink. تمام كده. he feels sick. هنا بقى بنوصف الحالة، هو يشعر بالتعب. احنا قلنا الفيرب describe an action or a state، وهنا بيوصف معايا حالة الشخص نفسه. لما اقول he feels sick هو يشعر بالتعب، وهنا استخدمنا الفعل feels عشان نوصف الحالة. تمام كده. ده الفيرب معايا هنا feels to describe a state. to describe a state عشان يوصف لنا حالة الشخص نفسه. I feel happy. أنا أشعر بالسعادة. I feel happy. feel here describes my state. كلمة feel أو الverb feel هنا وصف لنا حالة الشخص
نفسه اللي بيتكلم. فأنا بقول I feel happy. I feel happy يعني أنا أشعر بالسعادة. كده اتكلمنا عن نمبر 4 اللي هي الفيرب describes an action or a state، يا إما بيصف فعل معين أو حدث معين، يا إما بيوصف حالة الشخص نفسه. تعالوا نشوف نمبر 5 اللي هي الادفيرب. الادفيرب معايا بيصف معايا حاجات كتير قوي. الادفيرب بيصف معايا الفيربس، بيصف معايا الادجكتيفز. يبقى الادفيرب اللي هو الحال بيوصف معايا الافعال، بيوصف معايا الصفات، بيوصف معايا الحال نفسه، بيوصف معايا الجمله كلها. الادفيرب هو الحال بستخدمه لوصف الافعال، الصفات، الأحوال أو الجملة كلها. هنفهم الجزئية دي بالأمثلة زي he is running quickly. he is running quickly. الجملة دي معناها إيه؟ هو بيجري بسرعة. هو بيجري بسرعة. طيب أنا عندي الادفيرب فين هنا في الجملة بتاعتي؟ he is معناه هو يكون، run بمعنى يجري، والاي ان جي هنا حبايبي دي عشان البريزنت كونتينوس زمن المضارع المستمر. quickly here is an adverb. adverb اللي هي الحال اللي بيوصف لي الفعل نفسه. quickly دي هي الحال اللي وصف لي الفعل. الفعل عندي run وصفناه بايه؟ الجري، وصفناه بانه هو سريع. يبقى الادفيرب هنا وصف لي ايه؟ احنا اتفقنا ان الادفيرب بيصف معايا الافعال، وبيصف معايا الصفات، وبيصف معايا برضو الاحوال، وبيصف الجمله كلها. احمد drives fastly. احمد drives fastly. احمد بيسوق بسرعه. fastly here is an adverb. fastly اللي هي معايا الحال الموجود معايا في الجملة، وده وصف لي الفعل اللي هو فعل السواقة، ان هو بيسوق بسرعة. يبقى الحال بيصف معايا الفعل، او بيصف معايا الصفات نفسها، او بيصف معايا الاحوال او الجملة كلها. she is speaking very loudly. she is speaking very loudly. انا عندي كلمة very هنا دي الادفيرب. تمام كده؟ very هنا here is an adverb اللي هي الحال. وصفت ايه معايا؟ وصفت معايا الصفة. الحال وصف معايا الصفة. هي ايه الصفة اصلا؟ وهي ايه الجملة اصلا؟ الجملة بتاعتي بتقول she is speaking very loudly، يعني هي بتتكلم بصوت عالي جدا. الادفيرب here is very. كلمة very هي الحال معايا وصفت ايه؟ طب الادفيرب هنا الحال وصف ايه معايا؟ الحال وصف معايا الصفة نفسها اللي هي انها بتتكلم بصوت عالي جدا. she is speaking very loudly. هي بتتكلم بصوت عالي جدا. دي كانت جزئية الادفيرب. يا رب ان شاء الله بإذن الله تكون اتفهمت. تعالوا نشوفوا اسهل جزئية معايا اللي هي البريبوزيشنز، ودي حروف الجر. preposition ده بيعبر بيربط مثلا جملتين ببعض. هنشوف مع بعض زي كلمة on، زي كلمة in، زي at، for، during، by، from. كل دي اسمها prepositions، والاختصارة بتاعتها prep اللي هي BREP. دي اختصارة كلمة prepositions عشان لو شفناها مع بعض في الاكزامبلز او في اي مكان نبقى عارفين ان كلمة prep دي اختصار او الكونتراكشن بتاع كلمة prepositions. هنشوف مع بعض الجزئية دي بالامثلة. The book is on the table. The book is on the table. أنا عندي كلمة on اللي هي معناها على. دي هنا معايا ال preposition of the sentence، حرف الجر الموجود في الجملة، والجملة بتاعتي معناها إن الكتاب موجود على المنضدة. Sentence number 2. I watch TV at 8 p.m. أنا بتفرج على التلفزيون مثلا الساعة 8 بالليل. at here is a preposition. كلمة at هنا معايا حرف الجر وبتيجي مع الأوقات. فأنا لما أقول I watch TV at 8 o'clock، I watch TV at 7 o'clock، يبقى بتيجي مع الساعات. عندي حرف الجر at. Sentence number 3. I like listening to music. أنا بحب الاستماع إلى الموسيقى. حرف الجر هنا معايا كلمة to. listen to بمعنى يستمع إلى. to is a preposition here. هي حرف الجر اللي معايا في الجملة. I like listening to music. أنا بحب أسمع للموسيقى. The pen is in the bag. The pen is in the bag. القلم موجود في الحقيبة. كلمة in هنا حبايبي is a preposition، هي حرف الجر اللي موجود معايا في الجملة. آخر جملة معايا في جزئية prepositions. She is afraid of rats. She is afraid of rats. She is afraid. She is afraid of. afraid of. عندي هنا حرف الجر of. الأو والإف حبايبي ما بنطقهاش إف، بقولها of.
يعني حرف الاف هنا في كلمة اوف لا ما بنقولهاش اوف اصلا، هي حرف الاف بيتنطق معايا في، فانا بقول she is afraid of rats، هي بتخاف من الفئران. she is afraid of rats. حرف الجر هنا معايا اللي هو كلمة of، حرف الاف بنطقه as a v sound زي حرف الفي بالظبط. سابع حاجة معايا ودي أهم جزئية اللي هي الكونجنكشن، اللي هي حروف العطف. إيه هي الكونجنكشن؟ وبنرمز لها أو في الكونتراكشن بتاعها بنكتب CONJ اللي هي كونج، تمام كده؟ فبرمز لها بالرمز ده CONJ اللي هي الاختصارة بتاعة كلمة conjunction اللي هي حروف العطف، زي and or because so when but. والكلمات دي بستخدمها عشان أربط ما بين الكلمات أو ما بين جملتين مع بعض، سواء الجملتين دول متناقضتين أو مترابطين زي كلمة and و but اللي درسناها في منهج سنة رابعة. بربط ما بين جملتين بكلمة and وكلمة but وكلمة so، كل دي اسمها حروف العطف conjunction، زي and or because so when. and بمعنى و، or بمعنى أو، because بمعنى بسبب، so لذلك، when عندما، but بمعنى ولكن. بيعملوا ايه معايا بقى الروابط؟ اداه العطف دول او حروف العطف دول بيربطوا لي الجمل ببعض. هنشوف مع بعض الجزئيه دي. علي and Sam are friends. علي وسام يكونوا اصدقاء. هنا معايا الكونجنكشن and ربط ما بين علي وما بين سام، وقال علي وسام هما يكونوا اصدقاء. I left the party because I have to wake up early. I left the party because I have to wake up early. أنا سبت الحفلة عشان خاطر أنا مفروض إن أنا هستيقظ مبكرا. عندي كلمة because اللي هي بمعنى بسبب، ربطت ما بين جملتين عشان توضح لي سبب ذهابي أو مغادرتي للحفلة. أنا سبت الحفلة عشان خاطر أنا مفروض إن أنا هستيقظ مبكرا جدا بكرة. I left the party because I have to wake up early. أنا سبت الحفلة عشان خاطر أنا هستيقظ مبكرا غدا. because هنا ربطت معايا ما بين جملتين عشان توضح لي السبب، هو أنا ليه أصلا هسيب الحفلة. شوف المثال اللي بعده. Tom likes orange but Sam doesn't. توم بيحب البرتقال but اللي هي ولكن، Sam doesn't ولكن سامي أو لكن سام ما بيحبش البرتقال. عندي كلمة but هنا our conjunction اللي هي حرف العطف الموجود معايا في الجملة، ربط ما بين جملتين متناقضتين. Tom likes orange but Sam doesn't، لكن سام ما بيحبش الأورنج. تعالوا نكمل مع بعض آخر جزئية اللي هي الانترجكشن. ايه هي الانترجكشن حبايبي؟ دي أبسط وأسهل جزئية في الفيديو كله، اللي هي عبارة عن صيغة التعجب، أو بمعنى أصح الأصوات اللي بنعملها لما بنتعرض مثلا لموقف بيعبر عن السعادة أو بيعبر عن الألم أو بيعبر عن حدوث شيء خطأ. زي كلمة إيه مثلا؟ لو أنا داخل الكلاس وبقول للعيال وشايفة الدنيا هايصة كده هبقول لهم شش، دي تعبير عن إن أنا بقول لهم اسكتوا. إيه، عندي كلمة أوه، هوراي، ده تعبير عن السعادة. ouch، ده صوت للوجع. ups sorry، ده شيء بيعبر عن حدوث شيء خطأ. كل دي عبارة عن تعبيرات اسمها الانترجكشن. الانترجكشن معناها صيغة التعجب. انترجكشن معناها صيغة التعجب. تعالوا نشوف مع بعض. the baby is sleeping، مش عايزة صوت، ده الطفل يدوب اللي نايم. the baby is sleeping، الطفل يكون نائم. يعني نقعد ساكتين ومش عايزة صوت، ده اسمه الانترجكشن اللي هي صيغة أو صيغ التعجب. تعالوا نشوف مع بعض المثال اللي بعده. ده أنا جبته وفنطت فيه كل البارتس اوف سبيتش. هقرا لكم المثال وبعدين هسيبكم شوية كده تتفرجوا وتشوفوا وتطلعوا لي مع بعض الناون، الفيرب، البروناون، الادفيرب، الادجكتيف، الانترجكشن. كل ده عايزاكم تطلعوه من الجملة اللي هديها لكم دلوقتي. واو، دي أول حاجة معايا في الانترجكشن. واو ده تعبير أو يعني لما أجي أعبر عن شعور بدهشة أو شفت حاجة حلوة قوي أو شفت حاجة فظيعة فبقول واو. look at this girl، انظر إلى هذه الفتاة. she is very beautiful، هي تكون جميلة جدا. she is singing with her friend in the party، هي بتغني مع صديقتها في الحفلة. هقرأ الجملة تاني.
وعايزاكم تفنطوا الجملة كلها من أول كلمة ش لحد آخر كلمة معايا في الجملة اللي هي بارتي، عشان نشوف مع بعض احنا فهمنا الفيديو ولا لا. احنا كده بنجيب البارتس اوف سبيتش. بارتس اوف سبيتش ان احنا بنطلع او بنصنف اقسام الكلام. عندي اول حاجة ش، دي الانترجكشن معايا اللي هي صيغة التعجب. the baby is a noun is verb sleeping، برضو دي معايا verb. عندي كلمة she ده البروناون، very ده الحال هنا، beautiful الادجكتيف، singing is a verb، with her is a pronoun، friend is a noun. هنا هنصنف الجملة كلها ونطلع منها النون والبروناون الادجكتيف الادفيرب الانترجكشن الكونجنكشن. تعالوا نقرا مع بعض الجملة تاني. واو look at this girl، انظر إلى هذه الفتاة. at is a preposition. She is very beautiful، هي تكون جميلة جدا. She is singing with her friend in the party، هي بتغني مع صديقتها في الحفلة. أول حاجة تعالوا نمسك أول حاجة الانترجكشن اللي هي صيغة التعجب من كلمة واو. واو here is an interjection. واو دي أول كلمة معايا في الجملة هنصنفها اللي هي interjection اللي هي صوت أو صيغة التعجب. بعد كده عندي كلمة at is a preposition، girl is a noun، beautiful is an adjective، singing is a verb. here معنى البروناون معايا اللي هي pronoun اللي هو الضمير in the preposition. party is a noun. احنا كده عملنا البارتس اوف سبيتش للسنتنس دي. يعني ايه بارتس اوف سبيتش؟ طلعنا منها حبايبي النون الفيرب الادجكتيف الادفيرب الانترجكشن الكونجنكشن حروف العطف صيغة التعجب الضمائر الأفعال الأسماء الصفات الأحوال. كل ده طلعناه مع بعض من الجملة. يا رب حبايبي إن شاء الله بإذن الله تكونوا استفدتوا وفهمتوا كويس قوي يعني إيه parts of speech اللي اتكلمنا عنها النهاردة بالتفصيل. كان عندي parts of speech. we have 8 parts of speech: nouns, verb, adverb, preposition, pronouns, adjective, conjunctions and interjection. يا رب تكونوا ان شاء الله باذن الله استفدتوا من الفيديو. كنت مع مس اميره انجلش في الاور جرامرز. حبايبي لو اول مره بنشوف الفيديو على القناه بتاعتنا ننزل ونعمل اشتراك ونفعل زر الجرس، وان شاء الله باذن الله مكملين مع بعض 200 سيشن من الفاونديشن كورس. النهارده حبايبي ان شاء الله باذن الله ما نطلعش من الفيديو الا واحنا فاهمين، ولو في جزئيه انت مش فاهمها ارجع للفيديوهات اللي عدت. كنتم مع مس أميرة إنجلش في الأور جرامر. Thank you and goodbye.